السلام عليكم، اهلا بيكم في قناه فن الكروشيه. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض ميداليه للمفاتيح حلوه قوي. ممكن تستخدميها كميداليه، طبعا شفتوها في اول الفيديو. تستخدميها كميداليه او تحطيها تعليقه في الشنطه بتاعتك او بتاعه بنتك. شكلها شيك قوي وطريقتها حلوه وسهله، وتقدروا اي حد لسه مبتدئ يقدر يعملها بكل سهوله. وطبعا بتدخلي معاها الخرز هتدي شكل شيك قوي في الخيوط. اول حاجه الابره اللي استخدمتها ابره مقاس 3 ونص، وطبعا الخيوط المتوفره عندك. والخرزه بالشكل ده كده، هي بتيجي ساده مش مرسوم عليها، وانت بترسمي عليها زي ما انت شايفه كده. رسمت عليها بالالوان عادي خالص وشكلها حلو قوي. يلا نشوف الطريقه معانا. اول حاجه معايا الخيط بالشكل ده كده. هلف على صباعي الاتنين، الف لفه كده. طبعا الخيط ده بطول الجزء ده شويه وبلف لفه كده. بدخل بالابره من صباعي كده، اسحب خيط شايفين، وبخرج كده واروح ايه، قافله على الدايره بغرزه عشان اثبتها اهو. بس كده كده انا خلاص ثبت الدايره زي ما انتم شايفين كده. اقدر ان انا اوسعها او اضيقها. هبدا بقى اعمل 3 سلاسل، 1 2 3، وهلف لفتين على الابره. هعمل الدراع الصغير لفتين على الابره، وادخل اعمل عمود اهو بكام لفه، 3 لفات. واعمل 1 2 3 وايه، 1 2 3، وادخل فيها في الدايره بالشكل ده كده، اقفل بمنزلقه. وده كده انا عملت الدراع الصغير اهو، هقفل فيه بمنزلقه. هشد طبعا دي كده عشان تضيق معايا الجزئيه دي اهو، ضيق معايا الدراع على بعضه. بس كده. وبعدين هبدأ ان انا ارتفع 1 2 3 4 5 6، هرتفع 6 سلاسل وهلف 3 لفات واحد. دي هعمل بقى الدراع الكبير، 1 2 3، 3 لفات على الإبرة. وهدخل أعمل عمود ب3 لفات، بخرج من 2 و2 و2 حلقتين، واسحب خيط واخرج من الحلقتين التانيين. بعد كده أبدأ أعمل 6 سلاسل كمان، 1 2 3 4 5 6، وادخل في الدايرة بتاعتي بالشكل ده كده. هقفل فيها بمنزلقة كده. كونت عندي الدراعين زي ما انتم شايفين. طبعا ايه، لما بتشدي دي كده بتظبط معاكي في الاخر بقى هتبان. لما بتشد الخيط كده بيبان. يبقى ده كده الدراع الصغير وده الدراع الكبير. هبدأ اعمل ايه بقى، هبدأ اعمل الجزء اللي انا هشيل منه السلسلة طويلة علشان اعلقها في الشنطة بتاعتي. فممكن اعمل في حدود 35 سلسلة. طبعا انا عملت هنا 35 سلسله عشان لسه هحط الخرزه في السلاسل. فهدخل بقى السلاسل دي كده اهوت، واسحب خيط واقفل بمنزلقه بالشكل ده كده اهو. زي ما انتم شايفين دي السلاسل اللي انا هشبك فيها الخرز. وهبدا اكرر تاني اللي انا عملته. هعمل الايه، اليد اللي هي الصغيره تاني، 1 2. هعمل الاول اليد الايه الكبيره، معلش نسيت بس اتلخبطت اهو. اليد الكبيره بعد ال 35 سلسله اللي احنا عملناهم، هنعمل اليد اللي هي الكبيره اللي هم كام، 6 سلاسل. 1 2 3 4 5 6، وهلف 3 لفات، 1 2 3، وادخل اعمل العمود اللي انا بعمله، واعمل 6 سلاسل تانيين واقفل فيهم بمنزلقه. كده انا عملت اليد الكبيره. هعمل بقى اليد الصغيره زي ما عملنا في الاول خالص هنا. 3 سلاسل، 1 2 3، وهلف لفتين على الابره واعمل العمود بتاعي اللي انا بعمله، وبعدين 3 سلاسل واقفل بمنزلقه. هعمل بقى الجسم بتاع العروسه، وهو هعمل 1 2 3 4 5 6، 6 سلاسل. وهبدا ان انا الف 1 2 3، 3 لفات، واعمل الغرز بتاعتي اللي انا بعملها عادي خالص اهو. واحد بعمل كام، بلف 3 لفات على الابره، 1 2 3، وادخل في الدايره وهعمل عمود زي ما انتم شايفين. بخرج من 2 في 2 في 2، بلف كام، 1 2 3، بدخل تاني في الدايره، بخرج من 2، وبعدين اسحب خيط واخرج من 2، وبعدين اسحب خيط واخرج من 2، وبفضل اعمل كده لحد ما تكون معايا 7 اعمده. كده عملت الأعمدة بتاعتي بالشكل ده كده. هعمل 1 2 3 4 5 6، وهدخل في الدايرة بالشكل ده كده واقفل منزلقة. بس كده. هبدأ أعمل إيه، هبدأ أشد بقى الفتلة زي ما انتوا شايفين اللي أنا بضيق منها الغرزة بتاعتي عشان خاطر أضيق منها جسم العروسة أهو. الدايرة اللي أنا قلت لكم سيبوا منها الفتلة شوية طويلة شوية عشان أشد منها الخيط بتاعي بالشكل ده كده. طبعا اخر الشغل اللي احنا بنعمله
بنقفل منزلقة بالشكل ده كده، ناخد سلسلة بعد المنزلقة اللي قفلناها ونقص الخيط. انا قصيت بقى الخيوط بتاعتي بالشكل ده كده اهو، زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ ان انا بقى اجيب الخرزة واخد الخيط كده بالشكل ده اهو، ادخل في الخرزة دي كده بالشكل ده كده، واسحب الخيط معايا ادخلها في الخرزة. هتعملي ايه بقى؟ هتجيبي خرزة هنا كده تحطيها في النص هنا كده بالشكل ده، وده كده زي ما انتوا شايفين اليد الكبيرة كده، الاتنين دول ودول يد الصغيرين، وده الجسم بتاع العروسة. هتجيبي بقى من هنا كده خرزة تحطيها، هنعمل بقى زي كاب كده للعروسة من هنا كده عشان يدي شكل حلو ليها. هنشوف هنعمله ازاي. هنعمل بقى كاب صغير كده يتحط على العروسة عشان يدي شكل حلو. فأول حاجة هنعمل 3 سلاسل، 1 2 3. قصدي هنعمل ايه، معلش بس اتلخبطت، هنعمل دايرة سحرية وهنسحب الخيط منها كده ونقفلها برضو بالشكل ده كده، وهنعمل 3 سلاسل 1 2 3. هنلف لفة على الإبرة، هندخل نعمل ايه، عمود بلفة، عمود بلفة، وبعدين 3 سلاسل 1 2 2 2 3، وبعدين ادخل اقفل منزلقة، اعمل وردة صغيرة كده، اسحب الخيط عشان خاطر اضيق معايا الغرز بتاعتي. معلش اتلخبطت في الاول وقلت لكم ايه 3 سلاسل، لا احنا هنعمل دايره سحريه زي اللي عملناها، وبعدين هنعمل 1 2 3، هنلف لفه وهندخل نعمل برضو ايه عمود بلفه بالشكل ده، وبعدين 1 2 3 هنلف، بعدين هندخل نعمل منزلقه هنا كده في الدايره بالشكل ده كده، وهنعمل 1 2 3، هنلف لفه، هنعمل عمود 1 بلفه، وبعدين 1 2 3، وهنقفل بمنزلقة بالشكل ده. وهنكمل بقى لحد ما شوفوا هنا عملت 3، انا هعمل بقى ممكن 5 أو 4. هكمل بقى بالشكل ده كده وارجع لكم. انا كده عملت 4 بس ما عملتش 5، وانت برضو حاولي انت تستخدمي ابرة مقاس اصغر من دي. فطبعا قبل ما اقفل بقى هدخل اعمل ايه، هدخل بالابرة هنا كده، زي الدايرة بتاعتي واسعة اهيت، هدخل فيها بالشكل ده كده في الوردة، واسحب الدايرة الجزء ده عشان خاطر اعمل لها زي طاقية كده تلبسها يبقى شكلها حلو اهو بالابرة، واروح ساحبة دي كده بالشكل ده اهو، هتدي معايا شكل حلو قوي. وطبعا انا لسه ما قصيتش الخيط لان انا سبت الخيط زي ما هو ليه، عشان خاطر انا الجزء ده كده هشد بيه عشان اضيق بيه الوردة اهو، اضيق بيه الوردة تبقى على العروسة بالشكل ده كده اهو. هقص بقى الخيط ده كده وارجع لكم. وده كده يبقى الشكل النهائي زي ما انتم شايفين، العروسه شكلها شيك قوي، حلوه جدا، وطريقتها سهله قوي، تقدروا تعمليها بكل سهوله. طبعا زي ما انت شايفه الطريقه اللي انا عاملاها ديت، الكاب ده ادى شكل حلو قوي ليها. هتستخدميها بقى كميداليه، هتروحي رابطه الجزء ده كده في الميداليه بتاعت المفاتيح، او هتربطي دي كده في الشنطه بتاعتك عشان تدي شكل حلو للشنطه. طبعا الخرزه دي انا كانت عندي وحطيتها. وده كده الشكل النهائي. رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك للفيديو وتكتبوا لي كومنت حلو لو الفيديو ده عجبكم. سلام عليكم.